إدخال الحزن على المؤمنين من أعظم مقاصد إبليس. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا فيحزنهم على فقد المال، وإن وجد المال أحزنهم على فقد الولد، وإن وجد الولد أحزنهم على عدم نجاحه في الحياة، فهو دائم التخويف من المستقبل ومن لقاء الله عز وجل، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تذكروا جيدا وصية رب العزة جل جلاله لنا. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.